أرواح شهدائنا الأبرار ودماؤهم الزكية وتضحيات الأبطال الأحرار هي التي أنارت درب الحرية والكرامة لكل الليبيين وخلصت ليبيا من براثن الظلم والطغيان والمهانة إلى الأبد بفضل من الله القاهر القادر وبتأييد من عنده، والحمد لله على ذلك والله أكبر. تأسست لجنة رعاية الجرحى الليبيين في كندا بقرار من المجلس التنفيذي السابق، واعتمدت من الحكومة الانتقالية الحالية، ولم يكن عملا سهلا. تعلمون كلكم صعوبة الدخول في النظام الصحي الكندي لأي شخص لا يشمله هذا النظام، فما بالك إن كانت أعداد كبيرة وجرحى حرب وسط إعلان دائم الشكوى من قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات الكندية ودعايات معه ودعايات مضادة للثوار ومفاهيم مغلوطة عنهم. وتعلمون الفساد الإداري وبئس الإرث الموروث من عهد الطاغية من انعدام الإدارة السليمة وتقنية المعلومات. وإن كان والحق يقال صار هناك تحسن واضح وجهد حثيث من هيئة رعاية الجرحى الحالية في تنظيم الأمور وإصلاح الفساد الإداري الذي شاب بدايات موضوع علاج الجرحى الليبيين بالخارج. وأخيرا فنحن لجنة تشتغل تطوعا ومع التزاماتنا الأخرى في كندا، نسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجه الكريم، ومهما أدينا وقدمنا فهو لا شيء يذكر بجانب تضحيات هؤلاء الأبطال. عملنا كان ولا يزال موصولا بدعم وتعاون إخواننا وأخواتنا أعضاء الجالية الليبية والأطباء الليبيين والذين هبوا من بداية الدورة نصرة الله بالمال والدعم المعنوي وبالجهد والسفر إلى الجبهات ومعسكرات اللاجئين وتنظيم والإشراف على شؤون الإغاثة وتسيير قوافل المساعدات إلى أهلنا في ليبيا واللاجئين في تونس في ذلك الوقت. وأخيرا العمل المشكور بكل من ساهم في عملية النصر الطبي للجرحى بليبيا وتونس وتركيا واليونان. نطلب استمرار تعاونكم ونصحكم وتقديركم لعمل اللجنة بكل موضوعية وصدق. الموضوع المالي حساس وجاري للصداع، فقررنا أن يتم تحويل كل المبالغ المالية من ليبيا إلى اللجنة عن طريق السفارة الليبية بكندا وبإشراف الملحق المالي بها. وكذلك استعدنا بمكتب محاماة ومحاسبة لتوثيق كل المعاملات المالية وعدم الصرف إلا بمستندات ووجود صرف رسمية وتسجيل كل ذلك بمحاضر اجتماعات اللجنة لتسهيل المراجعة والمراقبة في أي وقت. الشفافية والإخلاص وعدم التفريق بين مناطق ليبيا الحبيبة هو شعارنا. فتحنا صفحة على الفيسبوك خاصة باللجنة يمكنكم زيارتها لمتابعة أخبار جرحانا وتقديم كل نقد بناء أو إصلاح لقصور ترونه أو عدم وضوح تعتقدونه من جانبنا. إن أصبنا فذلك فضل من الله تعالى، وإن قصرنا فذلك من أنفسنا، ونسأل الله التوفيق والسداد. الله أكبر. عاشت ليبيا حرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.